المتتبعين ديالنا العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في صحه جيده ان شاء الله يا ربي. كان ديما فيديو جديد وديما كنشاركوا معكم الطابله ديالنا ديال الفطور، وكما العاده ثاني اليوم غنشاركوها معكم، وخليكم معايا باش تشوفوا شنو غادي نوجد اليوم الفطور. كما كتشوفوا المتتبعين ديالي العزاز، اول حاجه غادي نبدا بها هي الحشوه. غادي نوجد الحشوه هي الاولى، عاد من بعد غندوز العجينه ديال المخيمرات او البطبوط باش غادي اليوم نعمرهم. عندي هنايا البصله من بعد ما شلتها هكا رقيق، وعندي الفلفله. راكم عارفين الحشوه اللي كنستعمل غادي يعني عندي على حساب الاشخاص اللي عندي، الكميه الكبيره على حساب الاشخاص كندير كميه كبيره باش نخلي في الكونجلي. وغادي ندوز باش ندير الزيت اللي باش غادي نبدا نسوطي هاد المكونات. خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي اليوم باش غادي نعمر هاد البطبوط او المخيمرات. والحشوه اللي غادي نحتاج، انا غادي اليوم ندير الفلفله والبصله والكفته هي باش اليوم هي غادي نعمرهم. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نصايب. كما كتشوفوا هما كيتسوطاو ليا، غادي نزيد في التوابل. غادي نحتاج شويه الهريسه، شويه ديال التحميره، شويه خرقوم، شويه سكينجبير، شويه البزار. هادو هما المكونات. والملحه راني درتها هذا كما كان معاهم في الاول صافي. غادي شويه غادي نزيد شويه الصوجه في الاخير وغندير في الكفته. خليكم معايا انا غنوريكم شنو غادي نحتاج في الحشوه ديال المخيمرات. كيجيو زوينين ولا ناشفين 100%. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. اللي تيعمرهم بالخضره انا كنحتاج هكا، ما تيبغوش اليوم انا ندير الخضره ما تنديرهاش، حتى الوليدات ديالي ما تيبغيوهاش. كنحتاج غير هكا ديال البصله والفلفله والكفته، ولا المهم يعمروا باللبن اي حاجه متوفره لكم تقدروا تعمروها بها، ولا بالطون ولا اللي كان عندكم حوت معلب. المهم نخليهم يتسوطاو، تنزل مزيان هذيك البصله. عاد ديك الساعه نضيف عليها الكفته والربيع خليكم مختكم زايره وتشوفوا اليوم هي شنو غتوجد في الفطور ديالها. كما كتشوفوا بعد ما نزلات ليا البصله دابا غادي ندير الكفته. غنديرها كما العاده غير بلا في الجنب حتى غادي نسوطيها بحال دابا. باش عاد نديرها مخلطه مع البصله باش ما تجينيش هكا محابله ولا مكوره على هذا الشكل. غادي نضربها مزيان باش حتى تفك. عاد ديك الساعه نخلطها مع البصله. صراحه الحشوه خطيره وكتجي زوينه حتى في البنه اللذيذه، زعما شي حاجه اللي كما كتشوفوا. دابا غادي نزيد الصوجه كما قلت لكم غير شي معلقه بحال هكا، تجي شويه مالحه ما كثرش منها صافي. والربيع صافي. وغادي ندخل هذا الربيع في البصله والفلفله والكفته، وغادي نطفي عليها وغادي نديرها تبرد. وغندوز ديك الساعه نشكل معكم نجمع معكم العجينه ديال البطبوط اولا المخامر. خليكم معايا. كما كتشوفوا المتابعين ديالي العزاز، من بعد ما خليت الحشوه تبرد دابا غادي ندوز. عندي هنا الفينو، عندي هنايا الدقيق الابيض، عندي خميره والملح على حسب الذوق، عندي هنايا سنيده حتى هي غير معلقه صافي. وغادي نخلط الفينو. ديما الدقيق الابيض يكون غالب على الفينو. بحال هذا درتو زلافه منه، هذا درتو جوج زلايف منه ديال الدقيق الابيض فورس، ديروا زلافه ديال الفينو صافي. من بعد ما خلطتهم دابا غادي ندوز باش نعجنهم. العجينه ديال البطبوط او المخامر كتكون شويه مرخوفه، تكون شويه جاريه، يعني تكون شويه هذاك باش يجيو المخيمات يجيو منفوخين ويجيو ما يجيوش قاصحين. يعني انا كنرخف ليهم العجينه ديالهم
السر ديال العجينه هو كنرخفها، يعني ماشي بزاف ولكن المهم حتى تجيبها هي جاريه ما زعما قاصحه. ايوا هذا هما الخيمرات اللي كتصيفطكم زهيره. نتمنى يعجبوكم، نشاركهم معكم. انا اي حاجه كنشاركها معكم، يعني فطورنا العادي البسيط كنشاركو معكم. نتمنى يعجبوكم الفيديوهات ويكونوا خفاف ظراف على قلبكم. كتشوفوا من بعد ما عجنتها غناخذ شويه ديال الزيت وغادي ندخلو فيها هكايا. ندخل فيها غير داك الزيت صافي وغادي نديرها هكايا فيه البانيو اللي غادي نخليها تخمر او لاصيك اللي كان توفر لكم. هذاك سميتو نديرها فيها هكايا فيه بانيو ديال البلاستيك ولا زلافه. المهم نتوما اذا ديروها فيه صافي وخليوها حتى تختمر. داكشي اللي انا غادي دابا غادي ندوز من بعد ما نخليها تخمر غندوز غنرقد معكم الدجاج. خليكم معايا دابا المتتبعين. غندوز باش نوريكم يعني الكوكلي او الدجاج الصغيور باش غادي نعمرو. غادي بعدا نرقدو. اول حاجه غادي غير نرقدو. عندي هنايا الهاشوار خديت درت فيها الثومه والربيع باش غادي نطحنهم. هنا عندي جوج كوكليات حجم متوسط، وحده شويه صغيره وحده المهم حجم متوسط. عندي هنايا الحامض عصرت حامضه. عندي الصوجه. في التوابل عندي شويه السمن الحار، شويه الهريسه، الملحه شويه الابزار، شويه السكينجبير، الخرقوم، دويمه الزعفران جوج. هنايا في الدغميره غنحتاج الكبده والكنازي هما باش غادي ندير في الدغميره، والشعريه الصينيه حتى هي باش غادي نعمر هذوك الكوكليات. المهم انا وريتكم كلشي اللي غادي نحتاج فيها الدجاج، ولكن راه غادي نوريكم كيفاش غادي نعمرهم وكيفاش غادي زعما كيفاش غادي نصايبهم. خليكم معايا وتشوفوا الطريقه كيفاش كتجي رائعه وغادي نعمرهم. خليكم معايا باش تشوفوا. كتبغوا المتابعين ديالي العزاز دابا غادي نطحن الثومه والربيع. كما كتشوفوا بعد ما طحنت الثومه والربيع غادي نزيد عليهم الحامض. يعني انا غادي ندير كلشي هنايا في الهاشوار وغنعاود نطحنهم. غادي ناخذ دويمه ديال الزعفران، السمن، الهريسه، صافي والعطريه الاخرى، سكينجبير والخرقوم، شويه ديال الملح. انا ندير شويه حتىش مازال غندير الصوجه حتى هي مالحه صافي. وغادي ندير شويه ديال الماء، شويه ديال الماء باش غادي نطحنهم. صافي من بعد ما طحنت التوابل وهاد التغميره غناخذ منها شويه باش غادي نعمر ديك الساعه ندير فيها الشعريه الصينيه والكبادي باش غادي نعمر الكوكلي صافي. وهنايا غادي ندغمر هاد الكوكليات مزيان، غندخل ليهم العطريه وغادي نخليهم شويه يرتاحوا. كما كتشوفوا الدجاج راه ضروري كيبغي يترقد. انا غادي نرقدهم مزيان وغادي نخليهم يرتاحوا. عاد من بعد عاد ندوز نعمرهم معكم. غادي ناخذ السكين او الموس غادي نقسم ندير بها هكا الصدر غير باش يدخل ليه حتى هو نيه طياب وتدخل ليه التتبيله اللي تبلت معكم. صراحه كيجيو لذاذ وكيجيو زوينين. صافي من بعد ما تبلت هذه غناخذ الاخرى حتى هي يعني بنفس الطريقه غادي نتبلها.
الدار ديما يديروا ليها هكا هي موس او داك تقبوها كانيه باش يدخل ليه طياب. صراحه هذا الكوكلي كيجي بنين وكيجي لذيذ هكا. في اللي تيدخلوا للفران. انا غادي نوريكم الطريقه اللي غندير انا بلا ما نحرق المراحل. خليكم معايا وتشوفوا كيفاش انا غادي نصايبو. كيجي رائع وكيجي ناجح 100%. المهم انا غنخليهم هنايا غادي نديرهم شويه حتى يشربوا ديك العطريه ديالهم مزيان، يعني نغطيهم بالسلوفون وغنخليهم تقريبا شي ساعه بحال هكاك. عاد ندوز المهم بين ما طيبت المخامر ديك الساعات غندوز ندير ليهم العماره ونطيبهم ديك الساعات. خليكم معايا. شوفوا متابعين ديال العزاز، هانتوما بعد ما خمرات ليا العجينه ديال المخامر غادي ندوز دابا نيه غادي ندهن هكا سطح العمل بالفينو او سبيسيال صافي. غادي ناخذ ندير شويه الزيت في يديا وغادي نبدا نشكل فيهم على هذا الشكل. سمحوا لي عندنا واحد الفروج هانتو شنو داير لينا الصداع. هانتو على هذا الشكل هكا يكونوا ما كبار ما صغار على هذا الحجم باش غادي نعمرهم. المهم كما كتشوفوا العجينه ديالهم راه قلت لكم كتكون شويه مطلوقه باش كتجي زوينه وكيجيو من الداخل محلولين. وخليكم معايا بلا ما نبقى نطول عليكم الفيديو نشكلهم ونرجع لكم. كما كتشوفوا بعد ما شكلتهم يعني دابا غادي ندوز باش غادي نعمرهم. غادي نقرصهم غير شويه بحال هكا على هذا الشكل. صافي غادي ندير فيهم عماره الوسط على هذا الشكل صافي. وغادي نبدا نجمع في العجينه بحال هكا. ما نخليهاش محلوله باش العجينه ما تخرجش داك الحشوه ما تخرجش ليا من الداخل. هانتو نعمر معكم واحده اخرى. صافي غنبدا نجمع فيها بحال هذا الشكل. هانتو كيجيو زوينين وكيجيو هكا معمرين من الوسط كيجيو محلولين. يعني ملي يجيو هكا عامرين من الوسط ملي كتحلهم كتلقاهم فيهم الحشوه لداخل. ايوا نتمنى يعجبوكم. المهم بنفس الطريقه غنكمل هذه الكميه اللي عندي وديك الساعه غنرجع معكم خليكم معايا. كما كتشوفوا من بعد ما عمرتهم دابا غادي ندوز باش نقرصهم. كما كتشوفوا تبركوا عليهم غير بشويه باش ما يتحلوش ليكم على هذا الشكل. هانتو كتشوفوا بنفس الطريقه غادي نكمل الكميه اللي عندي وغاديك الساعه وغادي نرجع معكم وغادي نطيبهم معكم. خليكم معايا. غادي ندوز باش غنبدا نطيب. غندهن المقله شويه الزيت صافي. غادي نغمي غتزيد 3 صافي. غادي نخليهم حتى يتحمروا من هذه الجهه ونقلبهم على الجهه الاخرى. خليكم معايا. كما كتشوفوا انتم بعد ما كنقلبهم هانتو كما كيتحمروا كيجيو منفوخين هانت شتي وكيجيو محلولين من الوسط. ايوا نتمنى يعجبوكم. خليكم معايا حتى نقدمهم لكم في الفطور ان شاء الله. وغندوز باش نعمر معكم كوكلي. خليكم معايا. كما كتشوفوا من بعد ما ساليت المخيمرات دابا غندوز غنوريكم باش غادي نعمر الكوكلي. عندي هنا الكبده من بعد ما سلقتها درت لها شويه الخل وسلقتها. عندي هنا الزيتون مقطع وعندي هنايا الشعريه الصينيه
هادو هما المكونات اللي غنعمر بهم الكوكليات ديالي. خليكم معايا وتشوفوا كيفاش غادي نعمر. غادي ناخذ هاد العطريه وهادشي اللي خليت قبيله د لاصوص، غادي ندير عليه هاد الكبده والزيتون وداك، غادي نخلطهم. عندي غير جوج، ما حتاش كميه كبيره. غنزيد عليها شويه ديال الصوجه صافي، وغادي ندخل فيهم هذيك العطريه في هاد الكبده والزيتون والشعريه كما كتشوفوا باش كيجيو. كاين اللي تيبغي الحار تيزيد الحار، انا درت الحار في الاول صافي، ما غاديش ندير دابا. صافي من بعد ما خلطتهم دابا غندوز نعمر الدجاجات ديالي. ناخذ تفصيل فاش غادي نعمرهم صافي، وغادي ناخذ الحشوه وغادي ندخلها في الدجاجه لداخل هكا وفي الجنيبات ديال الفخوضه على هذا الشكل. كيجيو معمرين كيجيو زوينين. انا غادي نبخرهم عاد من بعد غندخلهم للفران غير يتحمروا. صافي غادي ناخذ الدجاجه الاخرى حتى هي غادي ندخل ليها هاد الكبده خليكم معايا حتى نعمرهم ونرجع نوريكم كيفاش غادي نبخرهم. كما كتشوفوا هانتوما بعد ما سديتهم درت لهم الكردون باش سديتهم، وهكا الرجيلات حزمتهم ليهم ببلاستيك غذائي. ودابا غادي ندوز غناخذ السلوفان وغادي ناخذ الدجاجه صافي، وغادي ندور عليها السلوفان غادي نجمعها به هكا. كنديرهم يتبخروا كيجيو ساهلين وما كيتحلوش من كتبقى مجموعه الدجاجه. يعني انا كندير هكا الكوكلي ولا الدجاج اللي كان بغيت نعمرو كندير ليها الطريقه، ما كنطيبوش في الكوكوت باش ما يجيش محلول على هذا الشكل. خليكم معايا حتى نكمل الاخرى سايبه بنفس الطريقه ونرجع معكم. كما كتشوفوا انتم بعد ما جمعتهم في السلوفان دابا راني درت البرمه كتسخن صافي، غادي نديرهم يتبخروا حتى يطيبوا. وديك الساعه ملي غيطيبوا غادي ندهنهم غير بشويه الهريسه والزبده وندخلهم للفران وان شاء الله غنقدمهم لكم في الفطور. خليكم معايا. ودابا غادي ندوز باش ندير التغميره اللي غنرافقها معاهم. خليكم معايا. كما كتشوفوا دابا غندوز ندير شويه التغميره باش غادي هكا باش يتغمس، حيتاش الدجاج كما تشوفوا راه ناشف ما غاديش يذاب. غندير هنايا البصله بعد ما قطعتها. شفت هذا البصل الرز ديال البصله حار. غادي نزيد شاطليه التغميره من الدجاج غادي نديرها وغادي نزيد دوك الكنازي والعنوقه صافي. وغادي نخلي الكبادي ماشي دابا، ما غنديرهمش دابا، غادي نخلي حتى يطيبوا لي العنوقه داك الكنازي. عاد غادي ديك الساعه ندير الكبده غير باش تجي ديك المريقه خاتره صافي. هذه هو المكونات اللي غنحتاج فيها. كما تشوفوا راه دايره العطريه بلا ما غاديش نزيد، غنزيد غير شويه الزيت بلديه صافي. وغادي ديك الساعه نسد عليها صافي. غناخذ غير شويه ديال الزيت نزيدو تقريبا شي نص كاس ديال الزيت صافي. وغادي ديك الساعه نديرو تشحر ومن بعد غادي نسد عليها صافي حتى تغمر لي هاد المريقه. ديك الساعه غادي طيب لي المريقه عاد من بعد غنزيد عليها الكبده وان شاء الله ونقدمها لكم حتى هي في الفطور. كما كتشوفوا
المتابعين ديالنا الاعزاء، الطابله من بعد ما وجدت، طابلتنا المتواضعه ديال كل نهار كنشاركوها معكم. هو الدجاج اللي قلت لكم غادي اللي عمرت معكم ودخلته للفران، هانتو كيفاش تحمر، جا زوين صراحه، جا لذيذ. والدغميره حتى هي اللي شاركت معكم، والبطبوط او المخامر حتى هما نيانتو كيفاش كيجيو زوينين. نتمنى تعجبكم الطابله ديال اليوم اللي شاركنا معكم. الى عجبتكم بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، ما تنساوش الكومونتيرات الزوينين اللي كيشجعونا. الى هنا غنقول لكم السلام عليكم حتى غدا ان شاء الله.